كونية لمراقبة هذا العمل، وخاصة الأمر لم يعد محض هواية ولا عمل غير متخصص. هؤلاء يأتون لديهم خبرات في رقابة في مجتمعات أكثر تقدما في العالم، بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى كل الدول الكبرى بما فيها اليابان، إلى مجتمعات أخرى في جنوب العالم، ومنها المجتمعات التي انتقلت، وخاصة في مركزين في جنوب العالم، من الدول التي انتقلت من دول شمولية وديكتاتورية إلى نظم ديمقراطية، لديهم خبرات ودربوا مراقبين محليين. نقطة الثانية، لا ده انا عايز بس اوضح الفكره عشان ما يبقاش نقطة ثانية. الانتقال من مراحل الدول الماركسية الاستبدادية في اوروبا الشرقية الى دول ديمقراطية راقبت، وتم تدريب كوادر محليه داخل كل بلد من او وطنيه داخل كل بلد من هذه البلدان. اسمح لي يا دكتور لحظه ان انا اوضح الفكره في ان حضرتك مش بتتكلم في ان ليه ما كانش فيه مراقبه او كان فيه مراقبه، حضرتك بتتكلم ان المراقبه دي شيء بيتم قبوله بشكل عالمي، عندنا هنا رفضت، وبعد كده ما بنلاقي ان في نوع من انواع الاستطلاع والشكر او الذم او المدح فيما يخص الولايات المتحده الامريكيه، امر مس الكرامه الوطنيه المصريه، وهو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه، ان ازاي ده يحصل. ازاي يمس امر انا كمصري، هذا امر يمس الكرامه المصريه. ما شأنك وشؤون ومستمره. ما شأنك وشؤون، اتفضلي اقعدي في السفاره وعايزه تعملي اي كلام مع السلطات الفعليه في البلاد، ونحن نرفض انه اي مؤسسه من المؤسسات في مصر ان تكون متساهله مع هذا النمط من التدخلات، سواء من الولايات المتحده الامريكيه او غير الولايات المتحده الامريكيه. ليسوا اوصياء علينا كما قلتي. لا وصايا على الشعب المصري، كانوا اوصياء على انظمه سياسيه استبداديه فاسده كانت تخدم مصالحهم في الاقليم. وكان الرئيس السابق زي ما قال احد وزراء الاسرائيليين كان كنزا استراتيجيا. وما اعتقدش ان في هذا كلام خطير. السفير او السفيره فكره الكرامه المصريه، فكره السياده المصريه، فكره دفعت اجيال من المصريين اثمان في ان تكرس هذه الفكره. طب دكتور، عشان بس نعمل المقارنه وتبقى الموضوع واضح، هل في النظام السابق كان السفيره الامريكيه او اي سفير بيمر على لجان؟ لا وبيدي تصريحات؟ بيدي تصريحات قدام اللجان تصريحات في الشؤون الداخليه المصريه باعتباره المندوب السامي الامريكي، بديلا عن المندوب السامي البريطاني في الماضي قبل 52 اللي كان بيدي اوامر للسراي. فكان بيدي اوامر للسراي الجمهوري في عهد الرئيس سيني السادات ومبارك، وهذا امر لابد من حسمه لانه يمس الكرامه والسياده المصريه. نتمنى ان يتم سماع هذا الكلام. وعلى القوى السياسيه اللي كانت بتعمل رفع شعارات ضد الولايات المتحده الامريكيه وضد اسرائيل، واللي دلوقتي اصبح هناك رخاوه في الخطاب تجاه هذا النمط، وفتحوا ابواب عن سعه لمقابله هؤلاء المندوبين الساميين الجدد، ومقابله السيناتور جون كيري رئيس لجنه العلاقات الخارجيه بالكونجرس. اشمعنى قبل 25 يناير كان هناك خطاب من الذم للولايات المتحده الامريكيه ولا المسلمين؟ ما طبعا هذا معناه ايه؟ ان الموضوع ليس موضوع شعارات دينيه او غير دينيه، انت وليس موضوع عن مصالح سياسيه. نعم، هذا بوضوح، هذا استخدام صريح للقيم الاسلاميه الفضلى في صراع حول المصالح السياسيه. يعني انت تاتينا بهذه القيم من عليائها وتضعيها تحت في الصراع السياسي. نعم. تحت يعني دعوة لسه بنتكلم دلوقتي على منظمات المجتمع المدني، ولسه يعني في حاجة خلال الأيام دي كشف حسابات منظمات المجتمع المدني واتهام بعض المنظمات بالتورط في امور خارجيه. يعني اعتقد ان الخطاب هنا فيه نوع من انواع التناقض، يعني ان احنا نقول اهلا بتصريحات السفيره الداعمه للعمليه الانتخابيه، او اللي هي بتقول بتمدح اللجنه العليا للانتخابات او بتمدح العمليه الانتخابيه، وفي نفس الوقت بنطلب من البنك المركزي ان هو يكشف سريه الحسابات المؤسسات المجتمع وكافه مؤسسات المجتمع المدني. دي رقم واحد. الحاجه الثانيه ان احنا نطلب الكشف عن الاتصالات اللي حصلت في من خلال مؤسسات المجتمع المدني. ده بيرجعنا بقى لاساليب ثانيه، اساليب الدوله البوليسيه اللي هي تكشف الاتصالات. طيب ما نسيب مؤسسات المجتمع المدني ونتساءل في ان الاحزاب جايبه تمويلها منين؟
المال السياسي او الطيارات اللي يتدفق. موجوده نهر دي من جايه المال. تمويلها منين؟ نهر من المال السياسي المؤثم. خلينا نسمع الاراء المختلفه يا دكتور نبيل، خلينا نسمع راي يا دكتور ياسر فيما يخص التمويل، وعايزين نسمع راي حضرتك لان ده سؤال مهم. بس الاول احنا معانا همام من بني سويف. طب نروح لهمام وبعد كده نرجع نكمل النقطه دي. معانا همام مجاهد من بني سويف. مساء الخير عليك يا همام، ايه الاخبار عندك؟ اتفضل. نعم تسمعيني جيدا دعاء؟ اتفضل يا همام. نعم، ما زال تردد الناخبين على اللجان في جميع لجان ربما محافظة بني سويف ضعيف للغاية. الإقبال ربما بين الحين والآخر يأتي أحد الناخبين الذين يحرصون على إدلاء أصواتهم، لكن في العموم الإقبال ضعيف. نحن هنا في بني سويف، أنا الآن في مركز سمسطة. هذا المركز يتبع الدائرة الثانية التي تحتوي على بيبا وسمسطة والفشن الذي يترشح فيه، أو في الأساس المنافسة هنا تنحصر بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور ذات المرجعية الإسلامية. هناك بعض الدعاية وبعض المخالفات الانتخابية والتي تقل كثيرا بالطبع المرحلة الأولى، لكنها موجودة أيضا خارج هذه اللجان. هناك بعض المندوبين، مندوبي المرشحين خصوصا حزب النور الذين يقومون بتوزيع بعض ربما الملصقات أو بعض الدعاية الانتخابية على الناخبين، كما ترين من خلفي هذه إحدى اللجان في هذا المركز أو في هذه المدرسة. همام، يعني طب وانت بتتكلم ان ما زالت الدعاية مستمرة وكمان معروف الدعاية من قبل أي الأحزاب، هل كان في أي ردود أفعال؟ هل كان في أي نوع من أنواع الإبلاغ، نوع من أنواع الضبط؟ إيه اللي حصل فيما يخص الدعاية؟ ولا دائما الأمر يمر مرور الكرام؟ نعم، يبدو أن كما حدث بالأمس، كنت بالأمس في أحد المحافظات الأخرى، كان هناك قوات الأمن تقوم بمنع المندوبين أو الذين يقومون بتوزيع الدعاية أمام اللجان، تقوم بمنعهم وحتى القبض عليهم. أما في هذه اللجنة واللجان الأخرى التي مرت عليها في هذه المحافظة لم ألحظ وجود لقوات الأمن خارج هذه اللجان لمنع أي تجاوزات انتخابية أو مخالفات انتخابية، وإن كانت قليلة نسبيا عما حدثت في المرحلة الأولى من هذه الانتخابات. نعم. كمل يا همام، اتفضل. نعم، يعني كما ترين هناك بعض الناخبين الذين يدخلون ربما هذه لجنة خطأ. يعني الإقبال ضعيف للغاية. المنافسة هنا كما قلت في البداية تنحصر بين حزبي الحرية والعدالة الأخوان المسلمين. هنا في هذه الدائرة الثالثة فردي تنحصر المنافسة، أو ربما حسم بشكل كبير المرشح سعد عبود أو النائب السابق سعد عبود فوزه في هذه الانتخابات إلى حد كبير، ونافسه أيضا بعض المرشحين من حزب الحرية والعدالة بخصوص القائمة. وبالنسبة للقائمة حزب النور في هذه المدن في هذه اللجنة أو الدائرة التي أقف فيها ربما لديه أغلبية كبيرة من الناخبين الذين ينحازون إلى حزب النور. بخصوص الدعاية الانتخابية ذكرت لك أن هناك بعض المندوبين الذين يقومون بتوزيع الدعاية، إضافة إلى بعض السيارات التي تجول وتصول في المركز والقرى المجاورة تقوم بالدعاية إلى هؤلاء الناخبين. لكن على كل حال بالنسبة للتأمين هناك بعض أو عناصر الشرطة وعناصر الجيش يقومون بتأمين كامل في هذه دعاء. نعم، أكمل معاك، اتفضل.